مرحبا يا أصدقاء، لو أنتم من عشاق الأنمي والمغامرات الجامدة فأنتم في المكان الصح. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدأ الحلقة النهاردة. フォローを存在そのものから消すことができるものなど奴らしかいない。نيساياما، يناير 2020. بنشوف ولد بيجري في عز الليل في نص الغابة، فجأة بيتخبط ويقع، ونسمع حد بينادي إيكارو، وصوت تاني بيسأل لقيتوه؟ الولد بيقوم من على الأرض ماسك كشاف في إيده ويكمل طريقه. نسمع الصوت تاني بينادي هيكارو وبيقول مفيش فايدة، وصوت تاني بيقول مش هنعرف ندور هنا، يلا نرجع. والولد عمال يجري في نص الغابة الضلمة اللي بتمطر كأنه بيدور على حاجة. ونشوف حد متعور بيقول يوشيكي، وبعدها نشوف شنطة مرمية على الأرض والولد بينادي هيكارو، بس بييأس لما بيشوف إنها مجرد جذع شجرة ويكمل جري. بعد كده نشوف عين حد موجوع بتقول يا لهوي وإنه محتاج حد، وبعدين نشوف الولد بيزعق بأعلى صوته إيكارو، وفجأة نشوف ولد متعور مرمي على الأرض ومادد إيده عشان حد يساعده. بعدين ننقل على الصبح، الدنيا منورة في قرية كوبوتشي يوليو 2020. نسمع ولد بيطلب آيس كريم وبيقول الجو حلو ولطيف، وولد تاني بيقول هو ده اللي عندهم هنا، ويقسم الآيس كريم مع ولد تاني وبيقول إيه الأغلاط دي؟ نشوف 2 صحاب قاعدين مع بعض، وواحد منهم بيتخانق للتاني إن الأستاذ هارا اللعين بيجبرهم يلفوا تحت الشمس الحارقة. واحد منهم بيرد إيكارو لازم تحسن لغتك. بيبان لنا إن الولد اللي شعره أصفر هو هيكارو، وبيقول لصاحبه عندك حق ويبدأ ياكل آيس كريم. صاحبه بيفكروا إنهم ضاعوا منه أسبوع كامل في الجبل ده، بس هيكارو مش فاكر حاجة. الولد بيتفاجئ إن صاحبه إيكارو مش فاكر ده مع إن عدى نص سنة من الحادثة دي. إيكارو بيسأل صاحبه ليه هيقعد يزهقوا بالأسئلة دي، وصاحبه بيرد وبيقول إنهم كانوا قلقانين عليه قوي اليوم ده. وهيكارو بيسأل صاحبه إذا كان حس بالوحدة من غيره، وصاحبه بيرد بلا، بس هيكارو بيقول عليه كذاب، وبيقول أكيد كان بيعيط وبيقول يا هيكارو ما تسيبنيش لوحدي، وصاحبه بيحط إيده على راسه. هيكارو بيتضايق في اللحظة دي ويبص على صاحبه ويتهمه إنه بيتنمر عليه عشان هو صغير. بيبان لنا إنهم كانوا قاعدين في محطة أتوبيس المدرسة. اهدى بقى ونسمع إن صاحب هيكارو عايز يسأله سؤال غريب. هيكارو بيهزر معاه ويقول له إيه هتعترف لي بحبك ولا إيه؟ صاحبه بينكر ويشرح له اللي واخد دماغه بقاله فترة وعمال يفكر فيه طول الوقت. وفي اللحظة دي نشوف خيال بيخيم على المكان وهم بيتكلموا، وصاحب هيكارو بيكمل ويقول انت مش هيكارو صح؟ هيكارو بيتفاجئ من كلام صاحبه ويقول ده أنا كنت فاكر إني بقلد نفسي تمام. وفجأة نشوف وش طالع منه حاجة غريبة، وصاحبه بيتصدم من اللي بيحصل والآيس كريم يقع من إيده. هيكارو بيقرب من صاحبه ووشه فيه الحاجة الغريبة دي ويحضنه ويطلب منه ما يقولش لحد، وبيكمل كلامه إنه لقى متعة كبيرة في إنه يعيش كإنسان، وبيشرح له إن دي متعة حقيقية بالنسبة له، وبيطلب منه ما يقولش لحد عشان مش عايز يقتله. صاحبه ساكت مش قادر يتكلم من الصدمة، وبيبان إن هيكارو خلاص ما بقاش موجود ومفيش طريقة نرجع بيها اللي فات، وصاحبه بيعيط ويوعده إنه مش هيقول لحد على اللي حصل. بعد شوية نسمع حد بيقول هتعمل إيه بعد ما تتخرج من ثانوية كيبوجايادا؟ ونشوف إن هيكارو كبر في السن وبيشرح إنه مش عارف هيعمل إيه بعد التخرج، وبيكمل كلامه إنه هيستلم مزرعة جده. وبعد كده بص للشخص اللي بيتكلم وسأله وانت يا يوشيكي؟ بيبان إن اسم صاحبه يوشيكي. يوشيكي بيقول له إن هو كمان مش عارف هيعمل إيه بعد ما يتخرج من الثانوية. هيكارو بيقول له إنه ذكي ولازم يسيب القرية ويروح الجامعة في طوكيو، وبيهزر معاه ويقول له مش عايز تسيبني ولا إيه؟ ونشوف هيكارو ماشي في القرية وبيقول ليوشيكي حتى لو لقيت لي واحدة صاحبتي في طوكيو عمري ما هجيبها بيت يوشيكي عشان يوشيكي ما يجيبهاش. نسمع يوشيكي بيقول وكأني هلاقي واحدة أصلا.
هيكارو بيقول له إنه دايما مكشر لما بيتكلم عن الموضوع ده، وبيأكد له إنه هيلاقي واحدة بسهولة. وبعد كده نشوف هيكارو ماشي ويوشيكي بيحط إيده عليه ويسأله أخباره إيه، ويوشيكي يسأله عن الويك أند. هيكارو يقول له إنه هيطلع الجبل. يوشيكي يسأله ليه الجبل؟ هيكارو بيشرح له إن ده سر، وبنشوف يوشيكي بيصحى فجأة في أوضته، وبنسمع حد بيقول له اصحى يا يوشيكي الفطار جاهز. يوشيكي في الوقت ده بيقنع نفسه إن ده كان مجرد حلم عن آخر يوم كان عايشه، وآخر حاجة شافها كانت وهو بيقلد مستر هارا، وبنشوفه بيتألم وهو في سريره، وبنسمع حد بينادي عليه وبيقول له الفطار جاهز. بنشوف يوشيكي نازل على السلم وبيشوف ستين، واحدة منهم بتسأله ازاي حاله وليه كان صاحي طول الليل. وبعد كده بنشوف يوشيكي على ترابيزة السفرة بياكل فطاره مع حد، وهنا نشرة أخبار الجو، وبنعرف إن صيف السنة دي هيكون حر جدا. الشخص ده بيسأله عن هيكارو لسه نايمة، وبنشوفها نايمة. بعدين بنرجع ليوشيكي اللي بيتصفح على موبايله، وبنسمع صوت ست بتقول هيكارو وصل. يوشيكي بيقوم وبيروح، وبنشوف هيكارو بيقول له صباح الخير. يوشيكي بيبص له وبيخرج من بيته وبيطلب منه يمشي دلوقتي وإلا هيتأخروا. هيكارو يبص له وبيوافق علشان البروفيسور هارا ما يزعقش ليهم. وبنشوف يوشيكي وهيكارو ماشيين في الطريق، وهيكارو بيتكلم معاه عن والدته اللي حضرت أكله وأكلوه كله. وهو بيعمل كده يوشيكي بيبص له وبيقول لنفسه مش مهم مين هيكارو، وجوده أحسن من عدمه. وبعد كده بنشوف شخص اسمه تاناكا شايل شنطة فيها هامستر بيخبط على باب أوضة في مبنى، وفي مدرسة كيبو جوياما الثانوية شركته بعتته هناك. وفي المشهد اللي بعده بنشوف مجموعة من الطلاب بيتمرنوا على أغنية ويوشيكي كان من ضمنهم، وجنبه واقف زميل بيستهزأ بيه وهو بيغني، ويوشيكي كان بيبص على هيكارو اللي كان بيبص بذهول. بعدين بننتقل للشخص اللي اسمه تاناكا اللي بيكسر باب أوضة وراه راجل وست وبيقول إن في حاجة مريبة، وبيبص على مكان في الأوضة ويقول أيوة هي هنا. بعدين بنشوف الطلاب بيغنوا بينما تاناكا بيدور في الأوضة، وفجأة بنشوف وش مخلوق غريب على حيطة في الأوضة كأنه بيغني مع الطلاب، وبنشوف تاناكا بيقتحم مكان في الأوضة، وفي الوقت ده بنشوف مدرس بيقول إن في مواهب بين الطلاب. بعدين بننتقل لتاناكا اللي قدر يقتحم المكان ده. بعدين بنشوف يوشيكي زميل يوشيكي وهيكارو طالع السلم وبيشتكي إنه تعبان، وبيقول إيه لازمة حفلة الغنى دي وسط كل الأنشطة دي. يوشيكي قال له إنه شايف إن ده تعويض عشان المهرجان الثقافي بتاع السنة اللي فاتت اتلغى. سمعنا هيكارو بيقول إنه عجبته الأغاني. يوشيكي قال له أنت ما غنيتش، أنت كنت بتبص في الورقة بس. هيكارو رد وقال له إنه كان فضولي يعرف معاني الكلمات. في اللحظة دي بنتين طلعوا من وراهم وسألتهم رايحين فين، وهم شرحوا إن ما عندهمش حصة علوم بس عندهم اجتماع في الفصل وهيتفرجوا على فيلم. وهنا هيكارو اتحمس. وفي الوقت ده شفنا تاناكا بيتكلم في التليفون وبيقول إنه مفيش ذرة ليها علاقة بالموضوع ده، وسمعنا صوت اللي بيكلمه بيقول ده مخيب للأمل. تاناكا قال الواحد كان يفتكر إن الشركة اتعلمت حاجة بعد قرون من البحث ومش مصدق إن لسه موجود. وشفنا البنت اللي بتكلمه وهي في مكان مهجور وبتقول له يبطل تدمر على الشركة بتاعتهم عشان ممكن حد يبلغ المديرين. تاناكا قالها ما تقلقيش عشان هو بياخد شغله بجدية، وقفل معاها وراح الأوضة وشاف الراجل والست حاضنين بعض وبص عليهم وقال لنفسه إن الموضوع ده مش هيكون سهل تلاقيه. شفنا الطلبة في الفصل بيتفرجوا على فيلم. يوشيكي الفيلم ما عجبوش، بص على هيكارو اللي بيتفرج على الفيلم وبيعيط. يوشيكي سأله بيعيط ليه. هيكارو شرح له إنهم اتفرجوا على الفيلم ده 5 مرات. هيكارو قال له إنه عارفه ومتخزن في ذاكرته بس بالنسبة له كأنه بيتفرج عليه الأول مرة. بعد كده شفنا هيكارو واقف مع يوشيكي بيدور على مفتاحه. يوشيكي نصحه يدور في شنطته. في اللحظة دي بنت سألت صاحبتها إذا كانت بتتمرن في البيت. شفنا هيكارو بيدور على مفتاحه في شنطته والبنتين بيهزروا مع بعض. أخيرا هيكارو لقى مفتاحه. شفنا مجموعة من الطلبة هيعزفوا مزيكا. يوشيكي قال لهيكارو يلا بينا. الطلبة عزفوا مزيكا وشفنا مشاهد من المدرسة والطلبة والفصول. هيكارو ويوشيكي ماشيين بيتكلموا مع بعض ولاعبين بيلعبوا بيسبول والتانيين بيلعبوا كرة طايرة. شفنا هيكارو بيلعب بيسبول ولاعبين تانيين بيلعبوا كرة طايرة. شايفين هيكارو ويوشيكي راكبين عجلهم وماشيين بيها في الشارع، وشايفين يافطة بتقول سوق الدراما الشعبي. هيكارو ويوشيكي شافوا بوستر بتاع ماستر اكس ماستر وهيكارو ابتسم. بعدين شفنا هيكارو ماسك أكله وباين عليه مبسوط قوي، بص ليوشيكي وقال له احنا كنا بناكل ده زمان ساعات. يوشيكي رد هيكارو أكل الأكل بشراهة وصرخ وقال إن الأكل طعمه تحفة. يوشيكي قال له وطي صوتك شوية واستغرب انت فاكر طعم الأكل وبرضه حاسس إنه جديد. هيكارو فهمه في اللحظة دي إنه بيقدر يسترجع الذكريات بس مش بيحس بالإحساس نفسه، وشرح له إنه ما كانش عايش قبل كده وإن دي أول تجربة ليه كإنسان. يوشيكي سأله أنت شبح ولا إيه؟ هيكارو رد وقال له إنه مش عارف. بعد كده شفنا قطة بتقرب منهم وكمل كلامه وقال دي وحش كاسر. وبعدين القطة قربت منهم وعرفنا إن اسمها مينز. يوشيكي شرح له إن القطة دي كبرت كده عشان الجزار بيأكلها لحمة على طول. هيكارو قرب من القطة. فجأة القطة صرخت وجريت، خافت من هيكارو.
هيكارو فرح إن القطة هربت بسرعة. يوشيكي بص للمنظر ده بحزن وخوف. يوشيكي سأل هيكارو لو في مكان نفسه يزوره في البلد. هيكارو سأله لو هيجي معاه، واستغرب من يوشيكي عشان هو طيب معاه. يوشيكي شرح له إن ده مش طيبة، ده تساهل منه مع كل الناس وبالذات مع نفسه. هيكارو ما فهمش يوشيكي قصده إيه، بس شايف إنه دايما طيب معاه. بعد كده شفنا ست واقفة قدام مطعم طلبت أكل، بس لما هيكارو عدى من وراها الست اتخضت وبصت له وهو راكب عجلته. شفنا الصحبين ماشيين على كوبري فوق المية. هيكارو لاحظ يعسوب واقف على عجلة. يوشيكي شرح له إن يعسوب الصيف الأحمر مختلف تماما عن يعسوب الخريف الأحمر. هيكارو سأله عن الفرق، بس يوشيكي مش عايز يشرح دلوقتي، بس قال له إن يعسوب الخريف الأحمر والصيف الأحمر شبه بعض قوي، بس هم نوعين مختلفين من اليعسيب. هيكارو رد عليه وقال له علشان كده بيقولوا عليك إيميل. يوشيكي سابه في حيرة. إيه ده اللي شكله زي هيكارو بس مش هو. هيكارو بيقول له يستناه. يوشيكي واقف بيكلم نفسه بيقول ده جنان، ازاي ماشي معاه في ده ومرعوب موت، مش فاهم ليه وهيتجنن، بس بيقول حتى لو هيكارو ده مزيف عايزه يفضل. في الوقت ده هيكارو بيطلب منه انه عايز يخلص قراية ماستر اكس ماستر. يوشيكي بيبص له وبيوافق. بيبص على بيت عنكبوت وبيسأل نفسه وصل لحد فين في القراية. بيفهم من هيكارو انه لسه في الاول خالص، وبيقول له ممكن يخلص قراية في البيت بس الجزء الثالث مش معاه. هيكارو بيسأل يوشيكي ليه عنده 11 نسخة من الجزء الأول. في اللحظة دي بنشوف ست عجوزة واقفة قدامهم بتصرخ وبتقول بخوف ليه نونو كي العظيم نازل من الجبل. هيكارو استغرب معناها، بس يوشيكي بيقول له ما تتدخلش، بيشرح له ان الحاجات دي بتخوفه. هيكارو فهم ده وخد خطوة، بس الست خافت منه وجريت بتقول امشي غور من هنا، ودخلت بيتها وقفلت الباب. يوشيكي بيطلب من هيكارو يمشي، بس عيون هيكارو اتحولت للون الأحمر. بعد كده الصحابين وصلوا القرية، ويوشيكي بيسأل هيكارو يعني هيكارو الحقيقي مات؟ هيكارو المزيف بيرد أيوة، وبيكمل جسمه دافي وقلبه بينبض بس هو ميت، وبيكمل إنه لما لقاه كان بيموت. بيقوله اللي فاكره من اليوم ده إنه كان تايه في الجبال من زمان، ما كانش حاسس بحاجة، ولقى هيكارو بيموت وفجأة بقى في الحالة اللي هو فيها دي. يوشيكي وصل لباب بيته وهيكارو المزيف بيقول له أشوفك بكرة. وقبل ما هيكارو يمشي يوشيكي بيسأله إذا كان بيحبه. هيكارو اتفاجئ ورد عليه بأيوة. يوشيكي بيفكر في نفسه دي أول مرة يقولها، وبيقول له وهو بيعيط ما تسيبنيش تاني، ودخل بيته وقفل الباب وهيكارو مشي. يوشيكي بيحلم بالكائن ده، وكان في ناس حواليه بيتكلموا، وبنشوف كائن غريب بيقرب من بيت الست العجوزة، والست خايفة وبتقول ابعد، والكائن بيتكلم بصوت مرعب وبيطلب منها تفتح الباب عشان معاه طرد ليها. والست مرعوبة ومش عايزة تفتح له. في اللحظة دي يوشيكي بيصحى على صوت أهله، وفي نفس الوقت بنشوف الكائن بيحاول يدخل بيت الست، ويوشيكي بيعيط، والست العجوزة بتقول طرد في الوقت ده مش معقول، والكائن عارف إنها جوه وبيرجع يقول مدام ماتسورا، والست بتصرخ وتصرخ. وفي النص بنشوف يوشيكي بيعيط، وبعدين السكوب بيخيم على بيت مدام ماتسورا، وبنسمع صوت هيكارو بيقول إنه جوه، ومدام ماتسورا بتلف وشها وفجأة بتصرخ، وبنسمع صوت يوشيكي بيقول مساء الخير يا هيكارو. بعد كده بنشوف الشرطة واقفة قدام بيت مدام ماتسورا وبنتها بتتعرف عليها، وفي النص بنشوف راجل بيقول إنه الدور عليه، وبيكمل إن النانوكي العظيم جاي ياخده، وفي النص بنشوف راجلين بيقولوا إن طقوس الأندو ما نفعتش. بعد كده بنروح لتاناكا اللي بيتكلم في التليفون مع واحد اسمه تاكيتا، وبيقول له إنه هيروح هناك الصبح وإنه هيقدم المساعدة، وبيكمل إنه مش بيفضل يروح قرية كوبيتاتشي، وإن أهل القرية مش عارفين هم بيتعاملوا مع إيه، وإن الموضوع مش هيتحل بسهولة. عندها كمية كبيرة قوي من قوة السحر، بس في المقابل ده بيأثر على جسمها. الظاهر كده تشيزاي هتروح مننا قريب لو استخدمت قوتها كتير. رينفورد بيقول إن إلياس مخليها معاه بس عشان فضوله الشخصي. رينفورد بيكسر الآل ده الحجر اللي حوالين رقبة تشيزاي، وبيقول لها إنه بيحررها من إلياس. بدل ما تشيزاي تتعاون معاهم، تشيزاي بتنفض وبتقول الاتنين إن إلياس هو الشخص الوحيد اللي بتعتبره عيلتها، مش فارق معاها إذا كان إلياس بيكذب عليها ولا لأ. تشيزاي بتطلع قوة السحر اللي عندها اللي بترجع رينفورد ومساعده لورا، بس إلياس بيوقفها قبل ما تأذي الاتنين. إلياس بيقول لتشيزاي تركز على التطهير،
وهو هيتصرف مع رينفورد ومساعده. مولي والجنية بينضموا لتشيزاي عشان يروحوا ورا القطران الأسود. القطران الأسود بيشفط التلاتة جوه وبيوريهم ذكرياته. ماثيو بيلاقي الساحر الشاب جوه الحانة، بيروح ناحيته وبيطلب منه مساعدة بخصوص صحة مراته. الساحر بيوافق يساعد، بس بيطلب يشوف مينا بنفسه. ماثيو من كتر يأسه للمساعدة بيوافق على ده. بعد ما الساحر بيخلص فحص مينا، بينادي ماثيو بره عشان يقول له إنه مفيش كتير ممكن يعملوه لمينا. بيقول لماثيو إن مينا اتولدت كده وإن فاضلها كام سنة بس وتعيش. ماثيو مش عايز مراته تموت وبيترجى الساحر يلاقي طريقة. الساحر ساعتها بيسأل ماثيو إذا كانت مراته بتحب القطط. الساحر بيقول لماثيو إنهم هيحتاجوا قطط عشان عندهم 9 أرواح. بعد ده بفترة قصيرة أهل القرية بيبدأوا يلاحظوا زيادة سريعة في أعداد الفئران، في حين إن القطط بتقل في العدد. في يوم من الأيام مينا بتتعقب جوزها للغابة عشان بقى بيقضي وقت هناك. مينا بتلاقي كوخ في الغابة وبتتصدم صدمة عمرها لما بتشوف جوزها علق بيقتل قطط حية. مينا مش لاقية كلام تقوله، بس ماثيو بيقول لها إنه بيقتل القطط عشان يعمل دواء لمينا. مينا بتجري ناحية ماثيو وبتقول له إنه خد قرار غلط، بس ماثيو مصمم ينقذ مراته ومش فارق معاه. في اللحظة دي الساحر بيظهر وراهم، بيمسك مينا عشان ماثيو يصب الدواء في بقها. مينا بتبلع الدواء، بس بدل ما تخف